السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخ منا النادي. النهاردة هعمل لكم وصفة كوستاليتا الرومي والرز المبهر. عندي المكونات بتاعتي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كيلو ونص من أوراق الرومي. كوستاليتا بتتعمل بالأوراق عشان بتبقى طرية وسهلة جدا في السوى. يبقى عندنا كيلو ونص من الأوراق الرومي. والخضروات اللي أنا استخدمت 4 طماطمات، بصلتين، 2 فلفل كوبي، 4 فصوص من الثوم. والبهارات اللي أنا استخدمتها بابريكا، فلفل أسود، حبهان، معلقتين من الملح، بهارات السبعة أو بهارات الفراخ. حطوا البهارات اللي انتوا بتفضلوها في الأكل، بتدي طعم حلو للأكل بتاعكم زي ما انتوا عايزين. تمام. وعندي كمان ربع كوباية من الخل وربع كوباية من عصير الليمون. المكونات بقى بتاعتنا دي هنجيب خلاط او كبة زي ما انتوا حابين، وتحطوا الخضروات بتاعتكم دي كلها وتبدأوا تطحنوها او تضربوها مع بعض كلها بالشكل ده. الفلفل والطماطم والبصل كل ده والثوم نحطهم مع بعض كده كلهم، ويبقى نحط عليهم التوابل، ننزلها كده كلها ونحط عليهم ربع كوباية كده من المية عشان تسهل الضرب طبعا، عشان ينفع ان المكونات دي تتضرب مع بعض ويبقى القوام بتاعها سائل، علشان اقدر ان انا احط التتبيلة دي على الاوراق بتاعت الرومي. فلازم يبقى قوامها سائل شوية، ومش سائل قوي اللي هو يبقى مية، لا، نحط شوية مية صغيرين بحيث ان القوام يبقى سائل بس في نفس الوقت تقيل مش خفيف، عشان يبقى لازق ومتماسك على الاوراق. طبعا انا كنت هنسى احط الخل والليمون، بس رجعت حطيتهم تاني. ربع كوباية خل، ربع كوباية ليمون، حطيتهم ضربتهم كده مع بعض. كده التتبيلة بتاعتي بقت جاهزة وجميلة. هنجيب بقى الاوراق. طبعا الاوراق اول حاجه طبعا اول ما بنجيبها بنغسلها كويس جدا بالملح والدقيق والخل عشان ما يبقاش فيها ريحه اي زفاره. اوكي. طبعا انا الطبق عندي لقيته صغير شويه على الكميه، فهقسمهم على طبقين. والكميه اللي انا عملتها من التتبيله مناسبه جدا للكيلو ونص، فاعملوا الكميات زي ما انا كتبتها كده بالظبط، هي كافيه جدا وهتغطي الطبقين وزياده. طبعا بعد ما بحط التتبيله بتاعتي او الصوص بتاعي على اوراق الرومي، هحطها في التلاجة. يفضل من بالليل للصبح عشان تتشرب من التتبيله كويس قوي وتديها طعم احلى. لو مستعجلين عليها خلاص ممكن 3 ساعات ولا حاجه او 4 ساعات وكفايه عليها كده، ونبدا بقى نسويها. انا كده خلاص خلصت التتبيله بتاعتي، الوراك بتاعتي كده خلاص تمام بقت جاهزه. هحطها في التلاجة، وبعدين اجهز بقى ايه الطبخه بتاعتي. كده هعملها ازاي؟ اجيب شرايح بصل، طماطم، شرايح طماطم وفلفل وبطاطس. البطاطس بقى احطوا الكميه اللي انتوا عايزينها في برام كده ورصصوا الحاجه. وبعدين نحط بقى فوق الوش، بعد ما طلعنا الاوراق من التلاجة نحط بقى فوق الوش اوراق الرومي كلها فوق الاكله بتاعتنا. وصفه كده سهله وكلها في برام واحد، وما بتاخدش وقت خالص خالص خالص، كأنك بالظبط بتعملي فراخ، كأنك بتتبلي فراخ، ما فيهاش اي حاجة وما بتاخدش وقت نهائي. فكرتها كده شبه صينية البطاطس بالفراخ، ما فيش فرق خالص. اديني كده رصصت بتاعت الاوراق من فوق الوش. هزود شوية مية كده علشان خاطر تستوي طبعا معايا، وبعدين هسويها على النار من فوق، مش هحطها في الفرن على طول، لا هحطها على النار عشان الاوراق تستوي، لان الوراق طبعا الرومي عموما بتاخد سوا شوية. فانا حطيتها على النار من فوق لحد ما غليت واستوت، ورحت حطها في الفرن، فتحت الشواية 10 دقايق وطلعتها. في خلال بقى ما هي بتستوي معايا انا قعدت حضرت الرز. تحطوا معلقتين سمنه او زبده معاهم شويه من الزيت، شويه معلقتين برضو كده، لان الزيت بيدي لمعه حلوه جدا للرز. وحطيت عودين من القرفه وكم واحده حبهان كده صغيرين. وهنحط برضو معاهم معلقه من البهارات السبعه اللي انا حطيتها في الاوراق.
بتدي طعم جميل جدا للرز وبيبقى مختلف كده شوية. وبعدين بقى حطيت 4 كوبايات رز، 4 كوبايات مية، ومعلقتين من الملح. الطريقة العادية خالص بتاعت الرز بتاعنا، ما فيهاش اي فكرة خالص. انا ما فيش اي حاجة زيادة غير التوابل والاعواد بتاعت القرفة والحبهان. وعايزه اقول لكم القرفه ادت طعم في منتهى الجمال، ولونه بصوا ذهبي وتحفه وطري كده ومفرفر وجميل. وادي الكوستاليتا لما طلعت من الفرن طريه ما شاء الله، والبطاطس مستويه وفيها واخده لون كده وش من فوق الوش في منتهى الجمال. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفه بتاعتي تكتبوا لي في الكومنتات وتشيروا الوصفه. كنت معاكم مطبخ منا النادي. شكرا يا حبايبي ليكم ولمتابعتكم.